ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا. النهاردة معانا فيديو جديد ومعانا رسالة جديدة. رسالة النهاردة هو شخص عايز يوصل لك كلام وفي نفس الوقت بيتكلم عليك مع شخص تاني. فيلا زي ما متعودين نقعد في مكان هادي وناخد نفس عميق ونسمع بيقولك ايه، وبعدين نعرف بيقول عليك ايه. انا مش عارف اسمي العلاقة دي ولا عارف افهمها. يمكن من اول يوم دخلتي حياتي وانا حاسس ان في حاجة مختلفة، بس مش قادر احدد هي ايه بالظبط. اوقات بحس انك اقرب ليا من نفسي، وانك الشخص الوحيد اللي بيفهمني من غير ما اتكلم. واوقات تانية بلاقي في بينا مسافة غريبة، كأن في حاجة بتوقفنا عند حد معين مش قادرين نتخطاه، ولا قادرين نحدد احنا ايه في حياة بعض. يمكن ده اكتر شيء بيخليني تايه. العلاقة دي ملهاش مسمى ومش شبه اي حاجة قبل كده. احنا مش اصحاب عاديين ولا حبايب واضحين ولا غرب برضو. وفي نفس الوقت وجودك بيديني طاقة وغيابك بيسيب فراغ كبير. ساعات بستغرب نفسي ازاي شخص مش قادر اشرح مسماه في حياتي مأثر فيا بالقدر ده. يمكن زي ما بيقولوا في رابط روحي، بس رابط روحي صعب يتفهم او يتوصف. اللي محيرني اكتر اننا بنقرب قوي وبنحس ان احنا خلاص فهمنا، وبعدين بيحصل تباعد او سوء تفاهم بيخليني واقف قدام نفسي مش عارف ارد ولا ياخد خطوة، ولا حتى بنسحب بشكل نهائي. كأني مربوط بحاجة أقوى مني، وفي نفس الوقت مش قادر أفك طلاسمها. أنا عارف ومتأكد إنك فرقتي معايا جدا، ومش هقدر أقول إنك مجرد علاقة، لأ، هي حاجة أعمق من كده، بس أعقد كمان. وده اللي بيخليني في حالة تخبط كبير. يمكن أنا مشكلتي إني بدور على تعريف محدد وحقيقي، لكن يمكن الحقيقة إن هي مش محتاجة تعريف، ويمكن هي موجودة كده وخلاص. مش عارف. دي كانت الرسالة اللي الشخص ده بيقولها لك، وهو ده الكلام اللي جواه، يعني بينه وبين نفسه بيحاول يوصله لك طول الوقت. طيب انا قبل ما اشرح طاقة الشخص ده، انا عارفة ان يعني اغلبكم دلوقتي بيدخل على الفيديو وعايز يسمع الشخص ده بيقولك ايه او بيفكر فيك ازاي، وعلشان كده انا بدخل على طول في شرح طاقته من غير ما اطول كتير في طاقتكم. انا شخصيا مش بحب اطول الفيديوهات بشكل مبالغ فيه، يعني بحب اوصل لكم كده الرسالة والشرح اللي بيوصلني بشكل واضح ومباشر ومن القلب وبشكل بسيط، لكن من غير ما احسسكم بملل او اطالة. وانا قلت الجزء ده رد على الناس اللي بتقول انتي ما بتقوليش طاقتنا احنا كمان او ما بتشرحيش طاقتنا، فده علشان ما اطولش عليكم. انا عارفه ان انتوا بتبقوا عايزين تدخلوا تسمعوا عن الشريك على طول، فلو انتوا حابين نغير شويه في الفيديو
عرفوني انتوا حابين ايه. نقول بقى الطاقة اللي معانا النهاردة. من الواضح كده من الرسالة دي او في طاقة الشخص ده النهاردة ان انتوا كتير طلبتوا منه يوضح لكم ايه مسمى العلاقة دي. هل انتوا مرتبطين ولا اصحاب ولا انتوا ايه بالظبط؟ لكن بيكون كلامه معاكم مش محدد، بيكون كلام عايم وما بتقدروش تمسكوا حسم منه. انتوا شوية يعني بحسكم ساعات شوية بتغضبوا منه وشوية بتبعدوا عنه، وبعدين ترجعوا تاني تهدوا من ناحيته وتتواصلوا تاني. شايفة ان الشخص ده لما بيكون في تباعد وبيرجع يتواصل معاكم تاني ما بيقدم لكمش اعتذار او ما بيبينش ان هو غلط في حقكم او ان انتوا ليكم حق عنده. ده مش بيبان خالص، فهو بيرجع يتواصل تاني كأني مفيش اي حاجة حصلت ولا كأني في اي تباعد. شايفاكوا كتير لومتوا وكتير عاتبتوا، اوقات برضو كان بيبقى جواكم كلام وكتمتوه وبتكتموه، يعني يعني بيجيلكم شعور كده من فقدان الامل، خلاص تعبتوا من الكلام مثلا او حاجة زي كده. طيب انا شايفة تصرفات الشخص ده معاكم هو من النوع اللي ممكن يكون اوقات قاسي او بارد في ردوده، وساعات تانية بيظهر كده اهتمام شوية، اهتمام كبير، بس دي مش اوقات كتيرة. يعني انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها شد وجذب كتير، والسبب هنا ان الشخص ده جواه صراع انه عايز يقرب ويبين على حقيقته ويبين مشاعره زيكم، وفي نفس الوقت بيخاف يتورط اكتر من اللازم او يبين مشاعره بوضوح. اوقات ممكن لبعض منكم الشخص ده كان بيرمي اللوم عليك او بيحاول يبان انه اقوى علشان يخبي ضعفه. طيب هو احساسه ايه دلوقتي؟ الشخص ده شايف وحاسس ان العلاقة دي مميزة ومش شبه اي حاجة هو مر بيها قبل كده. هو حاسس ان في رابط مختلف جواه، رابط بيشده ليك ومش قادر يلاقي تفسير منطقي ليه. اوقات بيوصله احساس انك جزء من روحه وان وجودك بيديله امان وراحة هو مش لاقيها في اي مكان تاني. وفي نفس الوقت بيجيله خوف وارتباك من قوة المشاعر دي لانها مش واضحة وملهاش مسمى ثابت جواه حاليا. مش عارفة ليه انا حسيت في الطاقة دي ان في منهم الاشخاص دي، يعني شريككم او حبيبكم ده، بيحاول يسأل حد على العلاقة دي، يعني هل ليها معنى تاني غير الحب اللي احنا عارفينه او الحب اللي متعارف عليه. ممكن كمان بيشوف فيديوهات او بيعمل سيرش، هو فعلا في علاقات قدرية او في علاقات زي ما بيقولوا فيها رابط روحي، لان هو قال لكم برضو في رسالة ممكن يكون العلاقة دي زي ما بيقولوا فيها رابط روحي. ممكن تكونوا انتوا لمحتوا بحاجة زي كده قدامه او هو سمع حاجة زي كده فدي لفتت انتباهه، ممكن، جايز. حاسه الشخص ده بيتكلم مع حد عليكم بس مش عشان هو حد بيفضفض او حد يعني بيحب يتكلم، لا هو مش كده خالص، هو اصلا حد يعني هو شخص مش بيحب يعرف اي حاجة عن حياته خالص. بس قعدة الحكاوي دي او الفضفضة اللي حصلت دي بسبب الحاح من شخص تاني عليه. ليه الشخص التاني ده اصر انه يعرف هو فيه ايه؟ لان شريككم او حبيبكم ده في حالة دلوقتي هو متشقلب حاله خالص، ولو هو حد عملي جدا فمستواه الايام دي وطاقته داون جدا وبقاله فترة على الحال ده، وفي حد قريب منه جدا فملاحظ تغييره او ملاحظ شقلبة حاله دي وعايز يعرف ميله. هو هنا ما عندوش طاقة، يعني لما اتسأل هو ما عندوش طاقة انه ينكر ان في سبب مؤثر عليه، فبدأ ان هو يتكلم. انا حسيت انه الشخص ده في الحالة دي المرة دي بالذات، لان انتوا في منكم يا اما ارتبطتوا بحد تاني دخلتوا علاقة، او انتوا لمحتوا انكم على وشك خطوبة، او انكم خلاص شلتوا العلاقة دي من حساباتكم.
هو في شيء هنا حصل او صدر منكم ووصل للشخص ده انه آم، انتوا مش متاحين خلاص، لانه هو حاسس هنا ان انت بقيت بعيد قوي عنه. طيب هو هنا بيتكلم مع الشخص ده على امل انه ممكن يقدر يفهمه ايه معنى اللي بيحصل ده. طيب هو بيقول عنك ان انت دايما كنت مختلف، وانك صبرت عليه بشكل هو نفسه مش عارف انت ازاي عملت كده، مش عارف ازاي انت جبت القدرة على الصبر ده. بيحس انك قدمت له حب صافي من غير شروط، حب نقي، وده شيء هو مش متعود ان هو يشوفه في اي علاقة مرت عليه في حياته. ممكن يكون عنده تجارب قديمة سواء بقى علاقات عاطفية او حتى مع العيلة او الاصدقاء، بس الشخص ده كان ليه تجربة مش احسن حاجة. دايما كان في التجارب دي في مقابل لأي حاجة، لو حد اهتم بيه بيبقى فيه طلب ورا الموضوع، لو حد حبه يبقى فيه شروط لازم يمشي عليها، وبالتالي هو اتعلم يخلي عنده حذر شوية أو يبقى قلبه حذر شوية، بيخاف من أي مشاعر قوية لأنه فاكر إن في النهاية هيكون في تمن لازم يدفعه. لكن معاك انت بقى هو اتفاجئ، لقاك بتحبه زي ما هو، مش بتحاول تغيره، مش بتطلب منه مقابل. وده حطه قدام سؤال بيطارده دلوقتي: ازاي الشخص ده متمسك بيا رغم كل العيوب؟ وهنا النقطة دي بتوضح لنا ان الشخص ده شايف نفسه عنده عيوب كتير جدا، وده بيخلي ما عندهوش ثقة قوية في نفسه. طيب ده عامل له صراع داخلي كبير، جزء جواه، يعني هو بيقول الشخص ده بقى انه جواه جزء مبسوط جدا من التجربة دي وحاسس انه لقى حب نقي وحقيقي، وجواه برضو جزء تاني خايف جدا بيقوله، الجزء اللي جواه ده بيقوله ان اكيد في حاجة ورا الحب ده او ورا العطاء ده، اكيد في لحظة هيطلب فيها مقابل او هيتغير ويجرحني زي الباقيين. وعشان كده بتلاقي تصرفاته معاك كانت متقلبة، اوقات يقرب جدا ويحاول يبان انه معاك بكل قلبه، واوقات تانية بيبعد فجأة او بيتصرف ببرود، كأنه هنا بيجرب يشوف رد فعلك ايه لما بيبعد عنك. وانا هنا شايفة ان هو كان بيختبرك من غير ما يقصد، ده شعور داخلي جواه، لانه مش قادر يصدق بسهولة ان في حد ممكن يحبه من غير ما يكون عايز مقابل. ودلوقتي بعد فترة من التباعد أو التفكير هو واعي أكتر إنه ظلمك بتصرفاته، شايف نفسه إنه كان بيحط عليك خوفه وتجارب الماضي من غير ما يديك فرصة تثبت له إنك مختلف. وبيتكلم مع الشخص ده بيقوله إنه فعلا فقد شخص نادر جدا في حياته، لكن في نفس الوقت هو مش عايز يبين الندم ده بسهولة لأن عنده كبرياء. الشخص ده الإيجو عنده عالي جدا بيخليه يفضل ساكت أو متردد، فهو محتاج وقت يواجه نفسه الأول قبل ما يواجهك، علشان يعرف إذا كان مستعد فعلا يتعامل معاك بصدق من غير ما يسيطر عليه خوف الماضي ولا لأ. طيب أنا شايفة برضو إن طاقة الشخص ده لسه ما فيهاش قرار واضح، لسه ما خدش إيه قرار يقدر يقوله لك، ولكن انا شايفه انه في نيته هو عايز يتكلم معاك، عايز يتواصل معاك، عايز يقولك كل اللي جواه ده كده من غير تجميل ولا تزويق ولا اي حاجه. بس دي طبعا خطوه بالنسبه للشخص ده يعني خطوه كبيره جدا ومحتاجه شجاعه قويه جدا، وهو الى الان ما يمتلكش الشجاعه دي. ولكن هل في نيته المواجهه دي؟ هو عايز معاك مواجهه وعايز يخلص من العبء اللي عليه ده. دي كانت طاقته النهارده. كنت اتمنى طبعا اقول لكم انه اخد قرار او في حاجه واضحه عايز يقولها لك، بس طبعا يعني انا بقول الطاقه اللي موجوده. وحواره الداخلي دلوقتي هو واضح مع نفسه، هو شايف ان هو متردد وشايف ان هو مريحكش كتير وشايف ان انت صبرت عليه كتير، فهنا جواه هو مش بينكر اخطائه ومش قادر ينكر برضو اللي انت قدمته له. فاحنا مع بعض في الطاقة وهنشوف بعد كده ممكن يكون عايز يقولك ايه او وصل لايه. وكل مرة هفضل افكركم واقول لكم نصيحتي ليكم دايما في الاخر: ما تسيبوش حياتكم معلقة على انتظار رد فعل من اي حد
مهما كانت مشاعركم قوية تجاهه. خلي عندك دايما مساحة لنفسك، ومساحتك الداخلية خليها دايما املاها بحب ورضا وسلام. لما تركز على نفسك وتوازن طاقتك هتلاقي حتى العلاقة دي أو غيرها بقت أوضح وأقرب ليك. انت تستحق حب صادق وراحة حقيقية، وما تسمحش ان حد يهلكك في انتظار او حيرة. صدقوني لما تهتموا بنفسكم الاول كل حاجة هتيجي في وقتها المناسب. ودايما هقولكوا الكلام ده ودايما هفكركم بيه، لان هو ده الدعم الحقيقي. اتمنى لكم كل الخير، ونتقابل في فيديو جديد، وهستناكم في الكومنتات. باي باي.